بصوا بقى بيعوموا ازاي. بس 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 بس. يا صباح الخير في اول يوم للمصيف. احنا دلوقتي ان شاء الله باذن الله مسافرين وبنحضر حاجاتنا اهي واخدناها، ولسه هنروح عند ماما عشان ناخد بقيه الحاجات، فاستنوا معانا بقيه اليوم. زي ما انتوا بقى شايفين الدنيا عملت علينا ازاي بعد ما كانت الدنيا فاضيه. بصوا المنظر دلوقتي بقى، لسه متحركين من تحت البيت، وان شاء الله اصور لكم طول الطريق النفق وكده. احنا رايحين صدر واحنا هنا في السويس فبنعدي على النفق، فهصور لكم واحنا جوه النفق واصور لكم بقى الطريق كله بيبقى خطير. والنهارده طبعا اليوم خلاص ضاع، لان دلوقتي الساعه 5:15 ولا 6:15. 5:15 الساعه 5:15. فدلوقتي لا 5:15 ايه 6:15 بس 6:15 دلوقتي. فعمال ما نوصل ان شاء الله تبقى الساعة تقريبا 8:30 مثلا ان شاء الله بإذن الله، يعني 8:30 9 الا، فكده اليوم خلاص ضاع. وكمان احنا بنكمل اليوم بقى النهارده تنظيفات وبس. فالنهارده هنروح بقى نقلب الشاليه وننضفه وكده، لان طبعا انتوا عارفين من السنة للسنة فالدنيا بتبقى متبهدلة. فكملوا معانا بقية اليوم واتمنى الفيديو يعجبكم. ودي اول البشاير زي ما انتوا شايفين. الناحية التانية اهو عربية جوز اختي واحنا ماشيين في الطريق راحت اللي هي الشبكة اللي فوق العربية اتكسرت من كتر الهواء، راحت اتكسرت واتنطرت كل حاجة في الشارع. يعني احنا الناحية التانية وهما الناحية التانية، يعني فاهمين؟ يعني قصدي ان الحاجة جريت من على الشارع وعدت الطريق. يعني بصوا حتى اهو يعني الراجل بيلم الحاجة وقعت في الشارع كلها، حاجاتهم وقعت كلها في الشارع. فهم دلوقتي هم بيحاولوا يربطوا فيها واحنا بقى قاعدين في العربية. طبعا النانوسة بتاعت لولي موجودة معانا كالعادة. فالحمد لله على اي حاجة تحصل. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ويا رب نوصل بالسلامة ان شاء الله، نوصل بالسلامة ونرجع بالسلامة بإذن الله. وانتوا ان شاء الله تشوفوا الفيديوهات دي لما نرجع بالسلامة بإذن الله. اصلا انا عايزه اقول لكم ان الطريق ده بيبقى خطر جدا. بصوا هنا عشان على الجنب التاني حته اسمها الجناين، المنطقه يعني الناس فيها بيتحركوا العربيات عكس عادي. يعني ممكن، يعني انا قاعده من شويه، ده طريق سريع اصلا، طريق سفر، بتلاقي العربيات طالعه بالعكس ما فيش اي مشكله. اهو بصوا لسه كنت بقول لكم ايه بص الناس جايه عكس عادي، ما فيش اي مشكله عادي. ده بقى النفق يا جماعه، بصوا خطير. ده فوقينا بحر، يعني احنا كده تحت البحر. عايزه اقول لكم ان الطريق كان حلو قوي وفاضي وكان رايق، وهنا كانت بدايه ظهور القرى. بس بقى فالمهم نسيت وقفت لكم لغايه فين. فالمهم ساعتها العربيه بقى العجل وقع من عربيه بابا، واختي وراها على طول بعربيتها. فانا طبعا ماشيه على مشيهم. فانا انا لولا ان انا لحقت نفسي على اخر لحظه كانت كنت خبطت انا فيها، وهي كانت دخلت في العجل. وبصوا كانت ليله ساعتها. وطبعا وقفنا في الصحراء عشان نربط العجل تاني، وبعد العجل وقع كان بصوا. فاحنا موعدين كل طريق سفر لازم يحصل لنا فيه موقف، بس الحمد لله يا رب يسلمها على خير يا رب. قلت احكي لكم الموقف بتحصل انا اهو. يعني بصوا حاجه مش مترتبه بس بعملها لكم طول الطريق. فنستنى بقى نشوف ايه اللي هيحصل تاني. بصوا شايفين ده مكان بينزل يحفر في الارض. بصوا شكلها عامل ازاي، بس بتطلع وبتنزل. بس مش عارفه بقى ده بتاع بترول ولا ده بيحفر في الارض ليه، بس ده اكيد بتاع بترول. يعني هو تقريبا بترول. شايفين الطريق كحل، بصوا جبل، هناك كده البحر اهو باين شويه. كحل يعني مفيش نور. يعني لو قفلنا النور بتاع العربيه مفيش نور خالص. واخيرا وصلنا.
فظيع. وهنا بقى كان تاني يوم بعد ما خلصنا تنظيف وتهدينا، فهنا كان تاني يوم وكنا لسه هنحضر الفطار وهنفطر ونطلع بقى نظبط الدنيا عشان كانت مبهدله جدا برا زي ما انتوا شايفين. واللي هناك دي هقول لكم في فيديو تاني دي عباره عن ايه، فتعالوا نشوف بقيه الفيديو. وهنا بقى كنا خلاص نازلين البسين، وكان جوز اختي بيشوي لنا الفراخ. هو نزل من بدري الصبح جدا، لو نزل الصبح جدا فاكر ان احنا ننزل زيه، فاستحالة. فهو نزل وطلع وكان بيشوي لنا الفراخ. ايوه يلا تيجي. وهنا بقى رحنا عشان نخلي الولاد تلعب في الملاهي شوية. دي قدام البحر على طول، بيبقى حاطين كام مرجيحة كده، ده عند البحر. في بقى مراجيح تانية عند البسين، بس انا هروحها في يوم تاني وهوريها لكم. ودي بقى كانت فيلا على البحر على طول، بس عاملين فيها حاجات خطيرة حلوة قوي. وده منظر البحر بالليل، والقمر كان هلال، والدنيا هادية. شايفين هادية ازاي؟ زي ما قلتلكوا انا بحب الحاجات الهادية. اما دول بقى فهم شياطين البحر، بصوا جننونا وطلعوا عينينا بجد. وهنا بقى كان بعد ما خلصت كل حاجة ورايا، بجد يا جماعة تعبنا جدا 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 في تنظيف الشاليه. احنا طبعا بنسيبه زي ما قلتلكم من السنة للسنة وكده، فالموضوع بيكون مرهق جدا 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 في التنظيف. فخلصنا تنظيف الشاليه وتعالوا معايا دلوقتي اخدكم جولة في القرية عشان اوريكم الحاجات الحلوة اللي موجودة فيها، لان هي حلوة جدا 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 وفي حاجات كتير قوي حلوة. فتعالوا معايا بقى نشوف ايه اللي موجود في القرية. بصوا بقى هنا دي اسمها بحيرة البط. بس هو البط لسه هناك قدام، تعالوا اوريهولكم. بس بصوا المنظر هيعمل ازاي، فاضي خالص. عشان كده احنا بنحب نيجي هنا عشان بتبقى فاضية. بص بقى البط، شايفينه؟ وانا بقى دلوقتي واقفه لكم عند البط مستنيه يجي عندي. زي ما بقول لكم بقى، احنا هنا بنحب نيجي عشان خاطر الدنيا بتبقى هاديه وروقان. خلاص احنا اتعودنا على ده، ان ده مكاننا. فاحنا كل سنه بنبقى في المكان بتاعنا، فاحنا بنيجي هنا من السنه للسنه. فطبعا الشاليه بيبقى متبهدل خالص لان احنا بنقفله وبنسيبه. فاول يوم ده بيبقى يوم مرهق جدا جدا جدا، ومش بنبقى عارفين نعمل فيه اي حاجه خالص. فقلت برضو اديكوا جولة بسيطة عن المكان اللي انا فيه عشان تبقوا عارفين كل حاجة. فما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتدعموني وتقولوا لي ايه رايكم بكومنتاتكم الحلوه واللايكات بتاعتكم الجميله. بصوا بقى بيعوموا ازاي، بس 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 بس. بصوا جمال، وصوتهم حلو قوي، يعني صوتهم جميل. عمالين في منهم كام واحده كده بيعملوا صوت جميل. بس 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 بس. بصوا في واحده نايمه، بصوا النايمه دي بتفكرني باسراء. شكلهم خطير. وهنا بقى كان الفيديو انتهى. مش عايزاكم تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. باي باي.